فكك بقى موضوع يا زميلي ويا صاحبي والحاجات، وانت ابن قلبي يا بنت، انت مراتي يا واد، انت جوزي، الحاجات دي لا لا فك. عارف حد بتاع بومب فين؟ عايز ايه؟ كل ما توجه لي سؤال لا ما ينفعش يترد عليه. بس حلو كده، نطلع فاصل. اهلا بيكم في برنامج هاي فايف، برنامج زيه زي اي برنامج عادي خالص. عبد الرحمن ولا زازا؟ زازا. بتحب الاسم ده؟ يعني في ناس ما تعرفش عبد الرحمن اصلا. هو زازا ليه علاقه بطبازه؟ لا خالص، زمان كنت بحب اتفرج على الكرتون اللي هو بتاع زازا وجرجير ده. زازا انت عارف ان انا كنت بمثل فيه؟ ده لا والله اصلا كنت بعمل فيه اصوات كتير قوي. على راسي يا بيه والله. تخيل بقى ان ليك فضل عليا وانا ما اعرفش. فكنت بقى بقعد اتكلم عن الكاركتر ده كتير، فكانوا بيقعدوا بقى انت زازا ومش عارف ايه كده، شغل المدارس ده لغايه ما بقى زازا خلاص. اكتر حاجه كلفتك فلوس وانت بتتجوز؟ هي هبان منطقي ولا بس الحمام ده اكتر جوه. وقت اصلا انت كزوج هتقضي فيه وقت دي شكوى ولا دي البنات اكتر؟ بجد والله. ده اصل ده مكان تفكير، ده حقيقي والله، مش حمام بس. اقسم بالله ما افيه. ساعات ببقى قاعد جوه ببقى عارف محتاج نوت، لانه ده المكان الوحيد اللي مش من حق حد يقطعك فيه. مفيش حد يقول لك بقول لك ايه طبعا انت ومخك بس وبقيت لا ما كملش. اقف عند انت ومخك. مشيها ريحتك. انت ومخك وتمام. ايه رايك في الجوازات اللي ممكن تبوظ بجد على سجاده تلفزيون على عبث طبعا. يعني انا ضد الجواز اللي مش لازمه. يعني انا فكره ان انا ابقى متجوز لان الوقت جه عشان قطر الحياه بيعدي بسرعه، بعرف الحاجات دي. هل انت تقدر تشيل مسؤوليه بيت؟ هل انت تقدر تشيل مسؤوليه طفل؟ يعني محتاج شويه تشتغل على نفسك، وانت ما انت ناوي من جواك خير، فربنا في وقتها يبعت لك حد شبهك يعني سيبها على ربنا. بس هي خفت وانت بتاخد قرار الجواز؟ طبعا كنت بقى قلقان شويه. ايه اكتر حاجه كانت مقلقاك؟ عندي حاجه مهمه جدا في حياتي، ان انا دلوقتي عايز اعمل كده، فانا هعمل كده دلوقتي عكس تماما الجواز. هو في جواز انتساب؟ في جواز، بس ده مش عندكم مسيار، ده باكسبيريشن ديت. يعني انت تتجوزها ومكتوب في العقد انه العقد بيخلص مثلا هي بتنفجر ذاتيا كتيتي بتفرقع. طب ايه اكتر وقت بتحس انه ما بيمشيش؟ الانتظار. انت لا تجعل دقائق الانتظار دقائق استغفار. ايه ده؟ بلاقيها مكتوبه على الصحراوي. مكتوب على الصحراوي فين؟ انا صحراوي اللي انت اجعل دقائق الانتظار دقائق استغفار. الاستغفار ده في اي وقت كمان، هو مش في وقت الانتظار بس. وانت كده في ده حاجه فعلا، ده حقيقي. يعني لو انا معادي 5 حضور والكاميرا 10، انا 5 و10 انا جاي. اتاخرنا ساعتين 3، لا انا شغلني ساعتين 3 وما تقعدنيش. ما رحتش مره تصوير مثلا الساعه 7 بالليل طلع تصويرك تاني يوم الصبح؟ انا مره رحت وقعدت 9 ساعات وطلع ما عنديش اوردر النهارده اساسا بقى، ولا كان بكره. وعملت ايه؟ ينفع ما اجاوبش؟ اوعى تقول كسرت دراعك في الموضوع ده. لا طبعا بس تهريج يعني. طب ايه اكتر حاجه بتضايقك ممكن يعملها ضيف جاي يزورك؟ قله الذوق من اي شخص ايا كان شكلها. يعني انا احب جدا لما تجي لي بيتي تبقى قاعد براحتك. طب لو جالك ضيف ضيف وحبيبك وكل حاجه بس طول وانت خلاص بتسقط؟ انا لو واحد واقف بيكلمني في حاجه تافهه وموضوع عبثي جدا وعمال بيحور حتى، ما بعرفش اقطعها. بتحرج ان انا اقطع. اصل انا هقطع كلام، انا بستنى ايه يعني ياخد نفسه فيحصل حاجه، يحصل حاجه من بره، بس انا مش عارف القدر يغير الموضوع. انت برج ايه؟ حد ايه؟ ندهلي ما بردش عليه. محمد. على اساس ان انت عارف يا بيه لازم تبقى عارف حاجه عن كل حاجه وكل حاجه عن حاجه. دكتور مصطفى محمود قال كده. انا تخن. مصطفى محمود قال ايه كده امتى؟ تحس ان الكوت محتاجه اسم تقيل. طب لو كنت تقدر تعمل ريكورد قياسي في حاجه تبقى ايه الحاجه؟ حاجه مهمه ولا تافهه ولا ايه؟ اي حاجه. حاجات ينفع تتقال؟ حاجات ينفع تتقال. ايه؟ ولو ما ينفعش مش هاجي ناحيه الحته، مش هقول لك ان في حاجات ما ينفعش تتقال. ليه؟ ده احنا عاوزينك تقول يعني ما قشطه، انا بهزر شتيمه كتير. عندك شتائم جديده؟ ايه؟ عندك شتائم جديده؟ فين؟ لا يا بص، انا بحب، انا طبعا ايه اللي انا بقوله ده؟ انا مش بحب الشتايم عامه، بحب الشتيمه اللي فيها تفاصيل بتبقى طالعه بغل. قول لنا مثال وهنحط. اقول لك ايه؟ لا في شتيمه كده، عارف اللي هو بشتم مصرانك الغليظ. ايوه. ده مش انت كشخص. انا بشتم مصرانك تحديد. اللي هي بيبقى فيها كذا صله قرابه جوه نفس. بس هي برضو مش في ناحيه الابهات والامهات. يعني انا هي في ناحيه التفصيله نفسها. في تفصيله. يا عم قول لنا حاجه. لا ينفع. ممكن نعمل حاجه تانية، كل واحد يقول شتيمه ونشوف اطول بيب. استاذ احمد هتطردنا احنا الثلاثه بره كده. نعم. لو كنت هتقترح عاده جديده في الاعياد والمناسبات غير الاكل
تبقى ايه؟ انا بحس ان اوقات الاجازات دي يا جماعه طب ما ننام يعني، ولما نصحى هنخرج ما تقلقش بس هننام شويه. بيجي عليا فترات انا ما ببقاش عايز اخرج من البيت. تفتكر احنا ليه كشعب رابطين كل الاعياد بالاكل؟ التشعب عندنا بتاع الاكل بتفاصيله وبالحاجات، مفيش في بلد في الدنيا يا غالي عندهم التفاصيل دي، ولا في مطبخ اعم يعني اكبر من المطبخ المصري في وجهه نظري. هو المتعه الوحيده الحلال، بقيه الحاجات بتحس ان فيها ازمه. دي المخدرات الحلال فعلا. لا مخدرات الحلال النوم، تعمل اللمبه الحمراء وتنام. في اكله بتحبها معينه في عيد معين؟ انا ما بربطش الاكل بالاعياد، انا عادي انا ممكن في اي وقت اكل اي اكله طالما عايز اكلها دلوقتي. جايه معايا نفسي اكله سمك مثلا من مكان كلنا منه في الحلقه بتاعت بورسعيد، اكلم حد او اتنين طالعين طالع بورسعيد دلوقتي وبتوصل لدهب وشرم، في محل بس مش بروح في دهب اكل وامشي كده. أيوة، ما أنا كده دي بقول مخدرات حرام بقى. لا هروح انا عايز اقعد. لو كنت هتختار بانك تبقى طفل مدى الحياه او عجوز مدى الحياه؟ طفل ولا بتاع. انك تبقى حكيم ولا تختار براءة الاطفال؟ هتختار برضو براءة الاطفال؟ بحس ان هو استمتاع اكتر، كل ما ادراكك بيزيد ده مش احلى. دي متاعب أنت اكتر. بتشيل الهم ومش بتبقى فاهم الحاجه فدماغك بتوجعك. ليه دايره الصحاب لما بنكبر بتصغر؟ عشان انت زمان فاكر كل دول اصحابي واخواتي، فبيحصل مواقف فتلاقي لا مش كل دول، ده دول اصحابي واخواتي. يحصل موقف تانية تلاقي دول اصحابي، تلاقي حد بقى انت اتعرفت عليه بعد 40 سنه عادي، اتعرفت بقى وانت فيك العقل الكافي، فمن الاول انت عرفت ان هو شخص كويس بقيت تمام عادي. عشان كده بيقول لك انت ممكن عادي هي مش بالسنين انا عاوز ابقى الراجل اللي هو ربنا ياخدكم يا حبايب قلبي. ما هو ده عنده براءة الاطفال. انت كده عايز تبقى كاركتر. ما حلو ده، اعيش بيه. طب ما جميل جدا، تعالى نمثل ده. لكن انا اعيش في الحياه عجوز على طول ليه؟ وظهري وجعني ورجلي بقى وجعاني. اللي هو زي الحاج ده، كان جد واحد صاحبنا كان عنده 80 سنه، كل سنه يقوم متجوز واحده جديده. ربنا يديله الصحه. ليه؟ ربنا مديله يا اخي. بس حلو كده نطلع فاصل. في ناس بتعمل كده، ليه بندوس على زرار الاسانسير حتى لو متداس عليه؟ بتعمل كده صح؟ طبعا ده ليه كده كده طيب؟ ولا ارادي، هو فاهم اللي هو بتحس انا. طب ليه يا بصمتي. جماعه حاجه كلنا مدركينها وكلنا بنعملها برضو؟ نفس حوار العطلان قدام الباب لما تيجي انا هسحب ولا هزق. وبعدين عينيك ما بتبقاش شايفه اللي مكتوب حتى لو بالعربي. انا هسحب دي اللي هي اني. طب ايه اغرب حاجه عملتها في اسانسير قبل كده؟ قبل الجواز يعني، قبل الجواز. لا يابا ولو استنى. قبل الجواز انت كده بتلحقه. دي فين؟ انت كده بتلحقه يعني. انا عامه لما بخش مكان فيه مرايه وانا لوحدي، هو بص هو يبان شيء مختلف وانا ما بعرفش ليه بعمل كده. تاني مثلا واقف قدام مرايه مثلا رياكشنز مالهاش اي علاقه بحاجه ولا بتمرن مثلا. في لقطه لمحمد سعد كده في اللي بالي بالك، دخل الحمام وقعد يخض نفسه في المرايه. بص اقسم بالله بص هو الحدث ده بس ايه على خفيف كده، وبعدين بقى من الاول في مرايات في الاسانسير ولا لا؟ في كاميرات ولا ايه في الاسانسير؟ عشان ما يبقاش بقى الموظف قاعد فوق ميت من الضحك وانا ما تبسط الراجل يا جدع، في ايه؟ ليه؟ اصلا هو ملهاش منطق، بس انا والمصحف دي قصتي مع المرايه. فاهم؟ انا الناس هتحترمني بعد كده ولا؟ مين قال اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين؟ ده حد ساذج اكيد، مفيش الكلام ده. يعني ما تعبتش في ثانوي مثلا فجبت مجموعه دخلك جامعه؟ انت هتخش الجامعه ترتاح؟ انت ارتحت في جامعه؟ طب ما ارتحتش في الجامعه خلصت الجامعه ارتحت في شغلك؟ لا. طيب عايز ايه بقى؟ لا ده عايز اقول لك يعني الحمد لله ان انا شغل مثلا حاجه انا بحب اعملها، مع ان انت برضو جواه بتعاني في حاجات، وفي نفس الوقت شغلي قبل كده كان برضو مش مجهد ومش مريح. يعني هتلاقي مفيش حد بيخرج يقول لك انا خلصت الجامعه بقى، ده انت بالعكس انت بتيجي تفكر بعديها بتلاقي ان انت كنت في الراحه. أيوة. انت مضحوك عليك. مين قال ان اهل الام اطيب من اهل الاب عموما؟ الولاد بيميلوا ناحيه خلانهم وخالاتهم اكتر من عمامهم وعماتهم. سهل عشان الام على طول بيبقى معاها الطفل، فالام على طول بتبقى عند مامتها. دايما عمته بتبقى الشريره. انا عمتي دي اطيب بني ادمه في الدنيا، بحب عمامي زي خالي وخالتي جدا. انت اول حد اسمعه بيقول ان عمامه وعماته طيبين جدا. وبص طب يعني مش يمكن هيطلعوا اشرار يعني في الاخر؟ يمكن عاملين إيه؟ توستايه معاك في اخر ايه يعني؟ العمر ده كله بتعمل مواقف حلوه، جت عملت موقف وحش فبقيت متعامل معاها شريره. ايه ده؟ انا متضايق اول ما اشوف واحد بيحب عمامه وعمته. لا خلاص طب هقطع معاهم، طب ما تزعلش فيه. مين قال يا زوزة ان عادي ان الصواريخ والبومب يتباعوا للعيال الصغيره؟ لو انا بفكر بتفكير الحقبه اللي كنت فيها طفل كان بالنسبه لي عادي، بس انا شايف دلوقتي انه ما ينفعش، لان انت ما تعرفش هو دماغه هتسوحه فين. يعني احنا كنا بنقعد بقى دماغك تفرقع صاروخ في حق الجزمه بتاع صاحبك، حط له صاروخ في جيبه والحاجات دي، هنموت بعض. فاهم؟ فاطفال مش فاهمين. لا ودلوقتي الصواريخ بقت بتفرقع 3-4 مرات. في صواريخ بقت متخلفه. لا انا كان الصاروخ الاصفر ده اللي هو يا يفرقع يا ما يفرقعش، يعني انت ورزقك في العلبه. احكي لك موقف في اولى ابتدائي على الصاروخ ده. كان في بتاع الصفرة اللي هي الشطاطه. ايوه طارت مش موجوده، فقعدت ماسك البتاع وقاعد عمال اعمل كده اهو، وسمعت صوت فقمت عامل ازاي؟ يا عيني عليك. شغال يعني ولا مش فرقع؟ في ايدك في ال3 صوابع دول. كارثه طبعا.
عادي بقى، ما انت بتاخد اجازه مرضيه وما بتروحش بقى المدرسه ايه ده ولا وانت اي كبير؟ حاجه. جزم مرتين أولى مدرسة. ابتدائي. انت راجل موظف وانت كبير صغير قد ما الدنيا. كنتوش بتعملوا اه طبعا، اللي هي لا انك طبعا تجيب علبة ورنيش كلها او علبه ورنيش، صح؟ وتفضي فيها البارود بتاع البومب بوم او تحطه في سليم. وتحط الصواريخ وتروح مديها واحده. ده ده احنا صوت عشنا بشع. عيال صغيره انا كتير طفولتي كانت ناقصه، انا لازم ارجع اعمل الحاجات دي. طبعاً، تعالى لازم. نعملها بعد ما نخلص الحلقه دي. يلا والله لو في حد هنا يبيع تعرف بومب حد بتاع وصواريخ. بومب؟ اعرف حد بتاع بومب فين؟ عايز ايه؟ كل ما توجه لي سؤال لا ما ينفعش يترد عليه. طب حصلت معاك قبل كده وقابلت مكذوب في الشارع؟ وفي الوقت ده انا بعمل فيها عصبي وسيريس جدا، عشان لو عبط معايا انا ببقى خايف منه جدا جدا. وانا كمان انا خايف ببقى منه. قاعد فيها خايف يلسعني بالقفا مثلا، فاهم؟ بس ببقى عامل كده اللي هو ايه، انا غبي طلبش مني، فاهم؟ فاهم يعدي بس او مد بقى او الحاجات دي. بتشوف الناس دي ازاي وتفتكر ايه اللي وصلهم لكده؟ ما بشوفش ان هو لا يا عم ايه اللي انت بتعمله ده، يا عيني في حد وصله لهذه المرحله، او هو دماغه سوحته في حاجه. اصل بص كده كده ليها عوامل من بره، يعني هو الموضوع مش من عنده كله. ايوه يعني مش هو كان متربي ببيئه كويسه وكانت الناس حواليه ما بتعملش معاه حاجه ومحدش صدمه صدمه عمره ومحدش مش عارف ايه، وفي الاخر هيطلع كده. ما هو ده أيوة، ده لا، مش لا. منطقي يعني. فانت ان حد يوصل للمرحله دي اكيد بيبقى وراه قصه، يعني بيبقى يعني طبعا صعبان عليا الموضوع جدا، ما بقعدش اقول ايه الهبل ده مثلا او بتاع. حصلت معاك يا زازا قعدت تفتكر اول حب في حياتك؟ مين كانت بنت معاك في المدرسه، بنت الجيران لا. بتحب الابله؟ ميس الرسم فكرتني باحلى ايام. لا هو ليه مش- كلنا كنا بنحب ميس الرسم؟ ما هم عشان بيجيبوهم هي جامدين. بتخش مره واحده. فاهم، هي دي اللي هنحقبلك عشان كده. بتعرفي ترسمي؟ لا. طب خشي. كنت بقعد امسك اصحابي تريقه العالم لما يحبوا على موضوع بقى النحنحه في التليفون. عشان قوي النهارده حاجاته يا لهوي على الخنقه. ده ايه القرف ده؟ طب انا مطالب كده طول الحياه بقى نعيش كده؟ اقعد نكلمك من تحت؟ طب ليه؟ صوتي هيشرب. وبعدين انت رايح فين؟ حبيبي انا بابا ما سالنيش السؤال ده. موضوعي البنات تمام ماليش فيه ولا في دماغي نهائي. بنات معانا في الفصل وبتاع عادي، انا كنت يعني بهزر هزار. كان ساعتها هو دلوقتي زي الزفت برضه فكره ان انت تشرب حاجه ساقعه وتخش بقى تفرغ الصودا اللي جواك جوه في الفصل. ايوه. فاذا ما فيش بقى فاهم، ما فيش كده كده مش هتقع. في ففكك بنات منه، بتعجب بالحاجات دي. دي حاجه صعبه قوي. ايوه والله. يتفرج وبيعملوا بني ادم على اساس ان هو بيعمل كده. لا بص دي حاجه تفيد جدا. انا ما بحبش البنت على فكره خالص اللي تاخد شكل مش شكلها. انا بالنسبه لي الانثى دي يعني حاجه جميله، حاجه هاديه، حاجه ما في يعني انت ست يعني مش بافوره يعني، بس انت ملكه في الاخر. انت فكك بقى موضوع يا زميلي ويا صاحبي والحاجات، وتبتدي تعمل حاجات وتاخد بقى اتيتيودك عشان تبقى وانت ابن قلبي يا بنت انت مراتي يا واد انت جوزي الحاجات دي. لا فك عبط وعبس والاثنين متخلفين يعني. فاهم؟ حصلت معاك قبل كده حد بص لك في حاجه وباظت فعلا؟ انا مؤمن بالحسد طبعا ومؤمن بالحاجات دي جدا، بس ما بحطش ده تركيز في دماغي ان ايه كل حاجه اصل انا محسود. بس بيحصل طبعا حاجات مش منطقيه يعني. بحب الازايز اللي احط الميه في ازاز فحد يعني حلوه الازازه دي عايز زيها ومش عارف ايه يعني. ما اعرفش هو ده السبب ولا لا، بس هو بجد ما كملش الجمله. هي وقعت على جنبها بدون اي سبب، مش اتكسرت، اتقسمت نصين كانك فككها بالحام. حلو اعملها اباجوره. مش منطق. ما هعملها ان شاء الله، بس انا بكلمك في الحسد يعني سيبك من هستغلها في مشروع ايه. فهمت انت بتروح فين؟ فهمت هو لسه جايبك منين بس دلوقتي؟ انا بقول له على حلول. ماشي. هو مش بيشتكي لك، هو بيحكي لك دلوقتي. ده حصلت خلاص من زمان. حصلت معاك يا زوزة؟ تهت وانت طفل صغير؟ طبعا كنت بتوه كتير. مره منهم راجل خدني وطلعني اعدي مع عياله. لا حد تايه مش عارف فين اهله، وفجاه بقى انا اكتشفته عابدين كلها بتدور عليا تحت. قعدنا ونلعب لحد ما فين هوبا فين ده ابن كذا مش عارف ايه، خبطوا جم خدوني. وكانوا عياله فعلا ولا كان خطفهم؟ لا كان يا اخي كان خطفهم ايه. انت ليه انت الناس عندك مين؟ والله العظيم. وانت لما كبرت بقى حسيت انك تايه؟ انا في فتره من الفترات كان عندي مشكله مع موضوع انا موهبتي ايه. الفتره دي كان مثلا فتره ثانوي لغايه لما دخلت تجاره. انا بالنسبه لي انا عايز اطلع اخش شرطه، بس ما كنتش بحلم ان انا ابقى يعني ممثل التمثيل كان بعيد البعد ده عن دماغك؟ انا جدي الله يرحمه دكتور احمد دسوقي مكير سينمائي زي فيلم الهروب بقى وكنت بروح معاه التصوير وانا صغير كتير. عمر ما كان يجي في خيالي ان انا عايز اعمل ده. ما كنتش مركز ان انا عندي الملكه في ده او ان انا بعرف اعمل ده، لان انا كمان لما دخلت المسرح عارف اللي هو لما بتطلع تعمل حاجه بتطلع عليها اسم، تمسك الورق أيوة. بتاعه عليه فيطلع ان انت كتبت مونولوج، يطلع مش عارف ايه فيطلع ان دي اسمها صنفره، انت صنفرت الورق أيوة. وخليت الورق بيضحك. فبعمل حاجات انا ما اعرفش فبتطلع كده. فحسيت ان انا محتاج اركز مع ده شويه عشان انت لو عارف هيبقى يهيألي ادائك احسن يعني. بس فما كان بعيد تماما عن دماغي. احنا دلوقتي داخلين في دهليز كده في شويه خيال. يعني اللي فات كان منطقي. نخش في الخيال بقى. عمرك كنت ماشي مثلا في شارع شهاب وقفت جنبك عربيه مفيمه كده وراحت منزله الازاز، لقيت واحده جوه وقالت لك ما تيجي؟
لا يعني مش بهذا الشكل بس يعني ايه ده يبقى حصل؟ اتعكست يعني قبل كده؟ مش ده حد وما اعرفش اصلا جابت رقمي منين. الكلام ده في فتره الجامعه، داخله على الواتساب بقى عماله تبعت حاجات وانا فاهم، اخلع اقوم باعد او مش عارف ايه، طب ما ردش ومرن على التليفون وترن يعني ترن كذا مره الصبح اللي هو بازعاج، اللي هو انت هتصحى ترد، طب اجي لك مره بس انا هوصلك الشغل. يعني انا حتى لو انا شخص فلاتي هخاف. ايوه طب دي حاجه الموضوع آه. غريب جدا يعني. ما انا بقول لك بقى ده خارج السياق. يعني بالنسبه لي ان انت هتعكس واحده يعني فاهم، ده حاجه يعني مش ما لطيفه يعني بس المنطق ده منطق. الدارج. لكن انا واحده بقى تيجي ومش عارف ايه وفي كلام بيتقال، انا لو بعكس واحده مش هقولها يعني. زي ما انت قلت الدارج ان الراجل يعاكس الست، المجتمع ظلمنا ان مفيش ست تعكسني، انا لو ست عكستني هخاف. ايوه، ما هي لان هي حاجه مريبه جدا، هي واصله لهذه المرحله من الجرأه، فانت مش عارف هي جايه منين، تبقى عايزه كليتك في الاخر، عايز وتقدر تسرق، هي عايزه ايه بالظبط يعني فاهم. تسرق اعضائك والله. وارد. هو الموضوع مريب أمين. فاهم. معلش بس انا بسمع الجمله بعد ما بقولها. انت زميل، انت اتعديت مني بجد. انت دمرتني. معلش نشيل اللي انت دمرتني دي. لا. تخيل نفسك قاعد في جلسة طرد عفاريت، والعفريت طلع من الملبوس وابتدى ياخد ويدي معاك وعاوز يبقى صاحبك، يعني تعمل ايه؟ ده اعتراف حصري كنا انا ما عنديش مشكله، هات لي اسد ونقف نتعارك مع بعض، بس لو جبت لي عيل في ثالثه ابتدائي خضني من ورايا انا هنط نطه مش هتتخيل ان وزني يعملها. شايف الكلام ده لايف يا نهار اسود. انا عارف انت نفسك ما متحاش في الكلام كده مش هقول له ايه، عفريته بيتناقش. طب انت مستني مني حكمه في ايه؟ هو دلوقتي مش لابس حد، اوكي فعاوزك فجاي لي تساعده انا ان بقى هو يلبس حد او يعني يلبسني. تقترح عليه حد زي التليفونات اللي هو طب رشح لنا حد من صحابك. كده عفريت من كيونت هيجيب 2 تحتيه وبتاع. ممكن. حصل معايا مره مواقف في السفريه انا واصحابي، بس كان برضو يعني عفاريت تندرج تحت الهزار. ايه ده يعني عفاريت يعني كوميدي؟ تزاولك تخليك في عبط بيحصل، لكن ما بتلاقيش دم طالع من الحيطه مثلا فاهم. يعني ده بالنسبه لي بقى ده ليفل مش هينفع. مره والله العظيم كنا في اسكندريه وانا طالع قمت مكلم امي وقلت لها انا هنزل عشان لو اتصلتي ما لقيتيش انا هسيب التليفون هنا، ونازل كنت بشورت، هو شورت ومايوه في نفس الوقت، فما فيهوش غير جيبين صغيرين جدا، فمش هينفع يبقى في حاجه انت مش حاسس بيها، وسبته على الترابيزه. وجي صاحبي ده كان معايا بيخش جاب حاجه جوه وهو راجع فقال لي يا ابني تليفونك انا نسيته، قلت له لا سيبه انا اللي سايبه. تاكيد اهي التليفون في البيت، مفيش، انا سايب التليفون في البيت. ماشي على الكورنيش بعدها بشويه بخبط ايدي في جيبي فلقيت حاجه ناشفه، بحط ايدي في جيبي لقيت التليفون فاهم انا واقف يعني ايه في فانيلا فضلت في الغساله اللي في الغرفه وحياه ديني فضلت في الغساله. كل مره حد فينا بيغسل هدوم في الغساله بناخد الهدوم كلها وبيتبقى الفانيلا دي ما نعرفش بتاعت مين. هتلعب فيه في الاخر خالص نمنا بالليل اخر يوم هنصحى تاني يوم عشان نمشي لقينا الفانيلا منشوره على الحبل ومحدش بيهزر. بس حلو والله، ده عفريت كويس، اداله التليفون بدل ما لو حد مثلا عاوز يكلمه ولا حاجه. مشكلتي مع اخلاقه، الموضوع مشكلتي مع العفريت، الموضوع مرعب. تخيل نفسك انت دلوقتي عالم كبير وعندك القدره انك هتعمل اختراع، الاختراع ده هيحل ازمه كبيره، هتخترع ايه عشان يحل ازمه ايه؟ بص انا عندي مشكله كبيره كتير بواجهها، وكمان بجانب فتره الجامعه وبتاع والمواصلات والكلام ده، النظافه الشخصيه. فانا بالنسبه لي بقى اعمل كده ايه دي يا باشا، انت مش محتاج منك اي حاجه، انت هتنزل زي ما انت من بيتك في جهاز كده في الشارع تحت بيت كل واحد هيعقب عدي عليه عشان نعيش كلنا مع بعض ابوس ايدك عدي عليه. ده والله ده اختراع فشيخ. انا عندي ازمتين في حياتي، الموضوع ده والناس اللي بتاكل بصوت. انا بياكل بصوت ده بجد ممكن مع 3 قطمه اخبط الترابيزه في دماغي. تفتكر ايه الاختراع اللي ممكن يخرس كلب؟ والله شبشب كمان يديله على بقه اول ما حبيبي بناكل واحنا قافلين بقنا من غير صوت. ده جاب لي فكره جامده جدا، لو انت تقدر تعمل ميوت لبني ادمين معينين. يا الله ده ما يا تستنى لهوي ده سكر. وهو مش عارف انت سامعه ولا لا، هو بيتكلم، هو بيكذا التلفزيون كده بتعمله ميوت وهو مكمل يا معلم. وحتى لو هو متعصب انت مش هتروح معاه في الخناقه أيوة. بتاعتها. وانت احنا اخر سؤال في الحلقه عايزينك انت اللي تسال، ايه السؤال اللي انت مش لاقي له اجابه وهنسمح لك في الفقره دي انك تقول حاجه جد. مش عارف ليه كل حاجه بيبقى ليها طريقه او شكل عشان تتعمل بيها، يعني ليه ما الحاجات ما بتتعملش على سجيتها. انا مثلا بحب الهزار وانا شخص داخل وبحب الناس جدا وبنهزر مع بعض، فداخل على الناس لسه اول مره نتعامل مع بعض. انا بالنسبه لي ليه لازم يبقى في طريقه وانت داخل وانت مش عارف ايه وهتتعامل مع الناس بشكل كويس؟ ليه الناس مش على طبيعتها طالما ده مش هيضر حد؟ ليه باخد تصرفك واقعد افسر فيه؟ انت مثلا قلت لي حاجه فانت تقصد كذا ولا تقصد كذا ولا ما تعملش كذا. يا عم تتعامل على النيه الخير لحد ما يظهر الوحش. ممكن بتقول لي مثلا استاذه والنبي لو ان الكوبايه دي من عندك، فمش بتقولها لي عشان انت بتعاملني ان خدام.
عادي احنا اصحاب قاعدين أيوة. وانا كوبايه اقرب لي فبتقول يعني فاهم الفكره، هو ده اللي بكلمك فيه. معقدين قوي. دي فكره فلسفيه ظريفه جدا، ممكن تجاوبونا عليها. ليه بقينا بنقف لبعض على الواحده؟ ليه بقينا ناخد كل كلمه ونفكر فيها كتير؟ ليه بنحط حاجات لازم كلنا نمشي عليها؟ ليه ما بقيناش على طبيعتنا؟ قولوا لنا مين فيكم على طبيعته، مين فيكم مع الفكره، ومين فيكم شايف انه لا وليه. لو هتقول لا قول لنا لا ليه. وطبعا وانتوا بتعملوا كده بقى هتعملوا فولو على كل بقى انستجرام فيسبوك تيك توك كل الحاجات. زر الجرس، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. موتوا على زر الجرس والمصحف. انبسطنا بيك جدا والله انا انبسطت بجد أكتر. والله. يا خيري والله. آه، حبيبي الزهر. شكرا ليك جدا ميرسي ليكوا جدا والله. ميرسي يا بشويه قوي. تعمل باي باي ادينا واحده باي باي هنا بقى. باي.